الفيديو ده هقول لك احسن وقت تتعرض فيه للشمس، وقد ايه تاخد وقت كفايه، وازاي تاخد الفايده كلها من غير ما تضر جسمك او تحرق نفسك. ركز معايا. ازاي جسمك بياخد فيتامين د من الشمس؟ جسمك بيصنع فيتامين د لما الجلد بيتعرض لاشعه الشمس، تحديدا الاشعه البنفسجيه اللي هي الالترا فايولت. بس علشان الجسم يستفيد لازم الجلد يبقى مكشوف من غير هدوء، وما نحط الصن بلوك على الجزء المتعرض لاشعه الشمس، وتكون الشمس واصله لك بشكل مباشر مش من ورا ازاز، وطبعا ده في الوقت الصح. طيب احسن وقت للتعرض للشمس ايه هو؟ عندك من 8 صباحا ل 12 مساء او قبل المغرب بساعتين، وده لان اشعه الشمس بالتحديد في الاوقات دي بتكون قويه، وهي اللي الجسم بيحولها لفيتامين د. لكن خلي بالك الناس اللي بشرتهم داكنه بيحتاجوا وقت اطول، لكن الناس اللي بشرتهم فاتحه بيحتاجوا وقت اقل. مده التعرض الصحيحه من 10 دقائق ل 30 دقيقه في اليوم، وده حسب لون بشرتك وكميه الجلد المكشوف. اقل من كده ممكن ما يفرقش، اكتر من كده ممكن يسبب التهابات وحروق وتسريب للاشعه الضاره. طيب اكشف ايه بالظبط علشان جسمنا يصنع كميه كافيه؟ ايدك، رجلك، وشك، يعني على الاقل 25% من جسمك مكشوف. طيب ازاي نتعرض من غير ما نأذي نفسنا؟ ما نزيدش في المده عن 30 دقيقه، وما نحطش الصن بلوك، وخلي جسمك مرتاح، وما تتعرضش وانت بتعاني من مرض ولا حاجه او عندك حساسيه برضه. طيب مين ما ينفعش يتعرض كتير للشمس؟ مرضى الحساسيه الضوئيه والاطفال الرضع تحت 6 شهور. الخلاصه التعرض الصح للشمس بيساوي وقايه من الامراض، تحسين للمزاج، تقويه للمناعه، بس لازم يتعمل بالفعل عشان ما يتحولش لضرر. ولو فاتك الفيديو اللي فات اللي هو الاطعمه الغنيه بفيتامين د، ارجع شوفه من الاي اللي هتظهر لك هنا دلوقتي. سلام.